حطيت في الكبة القشر، وقشّرت المانجا بالمعلقة وحطيتها في الكبة وضربت كلّه مع بعضه، وابتديت إن أنا أحط شوية مَيّة وصفّيت القشر، تمام. هتفضلي تعصري في القشر جامد جدًا أكنِّك بتعصري طماطم، وبعد كده هتقومي جايبة حلة كبيرة عندِك، طاسة غويطة تكون كبيرة، وتقومي حاطة العصير المانجا اللي أنتِ عاملاه ده واللي أنتِ مصفياه. هتعمليه إزاي بقى؟ بعد ما صفيناه حطيناه في الحلة بتاعتنا، هتخلّيه يدفى شوية، يعني ما يغليش علشان خاطر النشا ما يكلكعش. هتجيبي كيس مانجا اللي هو الفيتراك، وهتقومي حاطاه عليه، تمام، وهتقلبيه كويس أوي. وبعد كده هتجيبي طبق غويط هتحطي فيه 5 معالق من النشا ومعلقتين من الكريم شانتيه، هتقلبيهم كويس أوي، وهتبتدي إن أنتِ تقلبي واحدة واحدة، وهتوطّي النار عشان